هو انا ازاي اتجرأت وقلت في توقعاتي للسيمي فاينل ان اسبانيا هتكسب فرنسا؟ يعني بقعد اقول لكم ان انا بموت في الكوره وبتفرج على كل الماتشات الصغيره والكبيره وما فوتش تقريبا ماتش في كاس العالم المره دي، وفي الاخر اعمى لدرجه ان انا مش شايف ان فرنسا في ليفل تاني خالص عن اي حد قريب منها. ما اقدرش الومكم، يعني عندكم حق والله، بس انا عندي وجهه نظر لمحتها في فيديو توقعات، هو ان لو في اي منتخب ممكن اشوفه بيكسب فرنسا الوحيد اللي ممكن يوقفه هو منتخب اسبانيا. طيب ليه بقى؟ قلت لكم برضو في فيديوهات قبل كده ان فرنسا لو نزلت تدافع قدامها وتلعب لو بلوك، هم عندهم حلول فرديه كتير جدا، تسديدات مره 18 واحد على واحد يعدوك يلبسوك ضربه جزاء، كره ثابته يقدروا ان هم في الاخر برضو يجيبوا قدامك اجوان، وفي نفس الوقت الريست ديفense بتاعهم كويس ومحترم، والمدافعين بتوعهم مش مدافعين بطاء، فلو لعبت عليهم هجمات مرتده يقدروا ان هم يوقفوك. وعلى الجانب الثاني لو هاجمتهم وضغطتهم قوي، هم بيدافعوا كويس نوعا ما، عندهم غلطاتهم بس بيدافعوا نوعا ما كويس، ولكن المشكله هنا الاكبر هو ان هم بقى هيعاقبوك في الكاونتر اتاكس بتاعتك بشكل مرعب. فقعدت اسال نفسي سؤال من ساعتها، طب يا جماعه انا لو مدرب وداخل العب فرنسا يعني هكسبهم ازاي؟ على الاقل احاول اعمل ايه؟ ما انا مش عارف. الحل بقى اللي انا شفته مؤخرا ممكن يبقى فيه الامل هو ان انا اهدي رتم الماتش خالص وانا معايا الكوره. ومين منتخب في العالم يقدر ان هو يعمل الكلام ده احسن من اسبانيا؟ يعني انا كمنتخب اسباني افضل ماسك الكوره معايا، ما بطلعهاش بسهوله، مش باخد ريسكات كبيره حتى قدام، عشان لو بدات اخد ريسكات كتير نسبه ان الكوره تتقطع مني وتتحول عليا كهجمه مرتده نسبتها اعلى، وانا مش عايز ده يحصل. فانا مش هلعب مثلا لعب كلوب اللي هو الميتال فوتبول، وان انا اقعد ضاغطهم وبعمل عليهم فرص وبتاع، لان انا خايف من الهجمات المرتده. بس لو لعبت بالطريقه الاسبانيه بطريقه جوارديولا ايام برشلونه وفضلت مموت رتم الماتش خالص، وانا اللي متحكم في الماتش وانا اللي ماسك الكوره ومش بديهم فرصه بسهوله ياخدوا الكوره مني، وفي نفس الوقت بستنى الغلطه الهفوه اللي ممكن تحصل مره واحده بس في الماتش بتاع 90 دقيقه ده كله عشان اقوم انا اللي جايب الجول، ده السيناريو الوحيد اللي ممكن منتخب في العالم يكسب المنتخب الفرنسي ده. وتوقعاتي انا الشخصيه ان اسبانيا هتقدر تعمل الكلام ده، خصوصا بقى لو اسبانيا جابت الجون الاولاني، فكده بقت ماسكه الكوره وعارفه ان هي تنقلها بشكل سهل حتى لو لعيبه فرنسا ضغطت عليهم، لان هم اللعيبه اساسا متاسسه على ده، وفي نفس الوقت مش محتاجين ياخدوا قوي ريسكات، فالماتش ساعتها هيكون صعب جدا على فرنسا. نرجع تاني للحاجه اللي انا قلتها في اول الفيديو، منتخب فرنسا هو الاقوى في العالم حتى الان، منتخب فرنسا هو الاحق حتى الان بالفوز بكاس العالم، ولكن احساسي من بدايه البطوله كنت بقول لكم ان اسبانيا في النهائي. عرفوني بقى رايكم في التحليل بتاعي وتوقعاتكم انتوا للماتش تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والفولو.